مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر. هذا هو واقع مدينة الدار البيضاء. ما غاديش نقول كازابلانكا، ولكن غادي نقول الدار البيضاء، لأن الفرق ما بين كازابلانكا والدار البيضاء. هذا هو واقع الحال للمدينة الذكية، عاصمة المملكة الاقتصادية. مازال كيتواجدوا فيها دور صفيح، وهذا يعتبر أكبر دور صفيح في مدينة الدار البيضاء، اللي هو كريان الرحامنة. وحنا صغار كنسمعوا بكريان الرحامنة غادي يتم نقله. الآن حنا كبرنا ومازال كريان الرحامنة غادي وكيكبر كذلك. وحتى الكثافة السكانية اللي كانت في واحد الوقت تقدر فقط ب20,000، الآن ربما تقدر ب100 أو 200 ألف نسمة تتواجد داخل بيوت تنعدم فيها شروط الكرامة، شروط السكن اللائق، لا ملاعب قرب، لا مستوصف، لا مدارس ولا شيء. كريان الرحامنة هو مدينة داخل مدينة، مدينة داخل مدينة. ربما كريان الرحامنة أكبر من بعض الأحياء الشهيرة في مدينة الدار البيضاء. نزيد نقربكم اكثر من الصوره. كنتمنى ان هذا المباشر يتبارطاجا ويوصل لوالي مدينه الدار البيضاء. وحنا كنتكلموا على تنظيم المغرب لكاس العالم وكاس افريقيا، وهذا الشيء عنده لا علاقه، لان مدينه الدار البيضاء كتشهد واحد الاشغال كبيره وكبيره جدا. ولكن حنا بدورنا كنتكلموا على الاخوان ديالنا، العائلات لسنين وسنين هما كيعيشوا في هذا السكن الغير لائق. ودائما كنسمعوا بان السنه القادمه او الايام المقبله فغادي يتم نقل هذه السكينه. انا السؤال اللي عندي، كيف هو السؤال اللي عند المسؤولين، كيفاش غادي نديروا لهذا الكم الكبير من الناس اللي كيعيشوا في كريان الرحامنه؟ تقريبا شحال غتكون مقترنه؟ كبير وكبير وكبير وكبير.